ألفاظ الوحي شذا الريحان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هديت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. واحذروا المعاصي فإن أجسامنا على النار لا تقوى. واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ذكريات مع الرسول وشوق يستثير الشجون منه الأجل، كلما مر ذكره في فؤادي قال قلب المحب أهلا وسهلا. حديثي في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم منزلة رفيعة، والكلام عن محبته عليه الصلاة والسلام متعة عظيمة. أما الألسنة فتترطب بذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأما الآذان فتتشنف بسماع سيرته وهديه، وأما القلوب فتطمئن بذكره عليه الصلاة والسلام. فحب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، نعم عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها. نعم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أبر بني الدنيا وأعظم من شكر، وأكرم مخلوق على سائر البشر، به الله قد أهدى إلى الناس رحمة، ومنه ضياء الحق في الكون قد ظهر. تبارك ربي إذ أعد محمدا وزكاه بالتقوى وبالعلم والخبر.
أيها المسلمون، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. واسمعوا لهذا الحديث العظيم وأعيروني سمعكم وقلوبكم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله وولده ووالده والناس أجمعين. بل لا يكتمل إيمان العبد حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه التي بين جنبيه. حينما قال أمير المؤمنين عمر: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، أي الآن قد اكتمل إيمانك. وسئل الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: كان والله أحب إلينا من آبائنا وأولادنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. هكذا كانوا يحبونه صلى الله عليه وسلم، وحسن أولئك رفيقا. كل مصيبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلل، أي هينة. هكذا قالت امرأة أنصارية في يوم أحد. في يوم أحد لما أشيع قتل النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت امرأة من الأنصار تمشي مسرعة، فاستقبلوها بخبر وفاة أبيها وزوجها وابنها وأخيها. كلما مرت على أحدهم قالوا: هذا أبوك، هذا أخوك، هذا زوجك، هذا ابنك. وهي تقول: ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هو ذا أمامك. فمضت وتركت الأب والأخ والزوج والابن، مضت ولم تقف حتى وقفت أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذت بطرف ثوبه، ثم قالت: يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب. وفي رواية: كل مصيبة بعدك جلل. لما أسر المشركون خبيب بن عدي، وكان قد قتل رجلا من المشركين في بدر، وقصته طويلة ولا يتسع المقام لذكرها، أسره المشركون وأرادوا قتله في مكة. وحينما صلبوه جاء أحد المشركين وأراد أن يدخل الحزن إلى قلب خبيب، فقال له: يا خبيب، أتحب لو أن محمداً مكانك وأنت في أهلك وولدك؟ فماذا قال خبيب؟ نظر إليه بعزة المسلم وقال له: والله ما أحب لو أن محمداً يشاك بشوكة وأنا آمن في أهلي وولدي. ثم أنشد أبياتاً يقول فيها: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في ذات الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقام أبو سفيان وكان يومئذ مشركا فقال: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمدا. كيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم وقد حن إليه الجماد وسلم عليه الحجر. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخطب في مسجده إلى جذع شجرة، فجاءت امرأة من الأنصار وقالت: يا رسول الله، لو جعلنا لك منبرا. قال: إن شئتم. فصنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم منبر، وكان من 3 درجات. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فأن الجذع بكى الجذع أنين الصبي الصغير على فقد أمه، حتى ضج صوته في المسجد
وسمعه الصحابة الكرام بآذانهم، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر وضمه بيديه الشريفتين، ثم قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا. نلام على محبتكم ويكفي لنا شرف نلام وما علينا، ولما نلقاكم لكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. اللهم اجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، إننا نعيش في واقع مرير، ومرارة هذا الواقع إنما نشأت من البعد عن منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتجد أناسا من المسلمين قد جفوا عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن استماع سيرته وهديه في الوقت الذي تعلقت قلوبهم بحب التافهين والتافهات والفاسقين والفاسقات والماجنين والماجنات من الممثلين واللاعبين، وذلكم العفن وذلكم النتن. وعلى النقيض من ذلك تجد أقواما قد غلوا بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وتجد الواحد فيهم يطلب من رسول الله المدد والغوث والعون، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى. وترجم حب النبي صلى الله عليه وسلم زعموا بالاحتفال بيوم ميلاده شابه النصارى. وبين الجفاة وبين الغلاء طريق الحق وطريق الهدى. أناس أحبوا النبي عليه الصلاة والسلام على مراد الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل ربنا تبارك وتعالى علامة صدق محبة النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سيرته والسير على نهجه قولا وعملا. وكما قال شاعر أهل السنة والجماعة: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمر الله في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللهم اجعلنا من أمته واحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أقم الصلاة.